محمد روراوة يتدخل على المستوى القاري لدعم ملف احتضان الجزائر لكان 2025. لنتابع التفاصيل. أودعت الجزائر ملف ترشحها لاحتضان كأس إفريقيا لكرة القدم كان 2025 لدى هيئة كاف، وتراهن الجزائر على الملف المميز الذي قدمته لنيل شرف احتضان أكبر منافسة قارية، فيما تراهن دول أخرى على الكولسة والعلاقات لخطف البطولة من الجزائر. في هذا الصدد رجح موقع العين الإماراتي أن الرئيس الأسبق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة قرر التدخل من أجل إعطاء كان 2025 للجزائر. وأفاد المصدر ذاته أن محمد روراوة شوهد مع عدد من قادة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الجزائر، إذ تم تصويره وهو بصدد الدخول إلى الفندق الذي يتواجد فيه المسؤولون الأفارقة. ويرى التقرير أن ثقل محمد روراوة سيخدم الجزائر كثيرا في هذا الملف. وأنتم أعزائي المشاهدين شاركونا بتعليقاتكم أسفل الفيديو، ولا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.